السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة. مصر تنجو من فخ بنين. كابتن حسام حسن، رجاء خاص بعد إذنك أرجوك ما تفتيش. مرموش مش مهاجم صريح. كابتن لو سمحت، مع احترامي لمحمد حمدي، هو باك محترم وكل حاجة. أنا واحد مش ممشيها نظام أندية وأحب وأكره. عندك احمد فتوح بره باك محترم، لا يلعب. في لعيبه انا شايف النهارده ابراهيم عادل النهارده بلح. كابتن حسام لو سمحت، انت كنت بعد 30 ثانيه 30 دقيقه شايف ان الريتم وحش، غير. انزل براس حربه ما دام بتلعب بعرضيات. انا يعني اتحرق دمي والله يا جماعه، لسه مخلص الماتش اهو، بس بقول الحمد لله ان احنا منتخب بنين. شابوه بجد يا جماعه. الراجل الالماني المدرب بتاعهم لعب على قد امكانياته. في المؤتمر الصحفي قال لك انا عارف ان انا ممكن اخرج، بس انا هحاول العب على قد امكانياتي، يمكن المفاجاه، وكان هيعمل مفاجاه. كابتن شناوي، بعد اذنك يعني نلم نفسنا ونبطل الاخطاء الساذجه والعبيطه دي. رجل المباراه مروان عطيه، ياسر ابراهيم، محمد صلاح. مرموش انت صفر النهارده، 0 من 10، ولو في تقييم سالب اديهولك. بدأت المباراة دقيقة 8. مرموش انفراد من نص الملعب بفدان. فدان ايه ده؟ 3 فدادين ونص. ويقول لك احنا عندنا 2 محترفين وربع. يا راجل ده انت مصطفى محمد لو واخد الكرة دي كان دخلها جون. بيجري بيها اسح، ما تعرفش. طب يا ابني شوط، اعمل حاجة، بلح. الدقيقة 17، فاول من على المنطقة تصدى لها الشناوي. الدقيقة 5 لغاية الدقيقة 45 إصابة محمد حمدي الباك ليفت بتاعك. انت هجمات وتسرع في اللعب، معرفش ليه. في ايه يا جدعان؟ جملة، احنا عايزين جملة وفرقة متكتلة قدامك دفاعيا. الدقيقة 55 كورنر، طبعا ابتدينا الشوط الثاني مفيش تغييرات. الدقيقة 55 كورنر اتلعبت هوب، كورة رامي ربيعة لولا تألق حارس بنين والواد المدافع طلعوها من على خط المرمى. طبعا الدقيقة 60 خروج تريزيجيه للإصابة، اللي النهارده برضو اديله 0 من 10. تريزيجيه كان النهارده قابع على الأبيض ونزل. اللي المفروض 2 ما يقعدوش بره، 2 بلاي ميكرز. انا كواحد انا شايف ان انا عندي امام عاشور وزيزو ما يطلعوش بره الملعب. ليه يا كابتن انت بتقعدهم بره؟ بلاش حنيكه بقى يا كابتن. ما علينا. طبعا في الدقيقه 62 طبعا انت دخل يعني ثرو من صلاح لزيزو، كانت هتيجي جون. الدقيقه 64 الشناوي يتصدى الانفراد، انفراد كامل كان هيلبسنا. الدقيقه 69 جول من مروان عطيه من جمله بقى عالميه اتلعبت. زيزو، عاشور، محمد هاني، صلاح، محمد هاني، هوب مروان عطيه يلزقها في سقف الجون. تيجي الدقيقه 83 وكابتن الشناوي يعني يلبسنا في حيطه. كرة راجعه لك من زيزو، ليه بتتسرع؟ ليه بتطلعها بره يا باشا؟ استنى، ارمي على الباك، ارمي على اي حته يا عم، طوح الكرة قدام. طبعا نلبس جون. وطبعا حتى الكوره لما خبطت في احمد ابو الفتوح احمد فتوح، انت اصلا استعجلت في الخروج للعرضيه يا كابتن شناوي. طبعا هدف التعادل وحرقه اعصاب طبعا. دقيقه 89 فرصه صلاح، كانت المفروض انفراد من على الوينج اليمين، حطها ضعيفه. وطبعا انا مش هقول لك بقى، طبعا احنا طبعا الشوط الاولاني الشوط الثاني زي الزفت. الا بقى لما حصل التغييرين دول. الشوط الاضافي الاول كرة عرضيه، كورنر اتلعب في السريع، كرة عرضيه من مروان عطيه لياسر ابراهيم. تسلم دماغك يا باشا يا عم ياسر، اللي انت تعتبر مانو في ماتش مع مروان عطيه بجد. الدفاع النهارده الرجاله. محمد هاني النهارده كان اختلاط، يعني افتكاكات عالميه. محمد هاني كان بيلعب دور النهارده عالمي بالاسيست اللي حتى عمله. جون ياسر ابراهيم هدى الناس شويه، ابتدينا نلعب. طبعا مرموش انت مش موجود يا جماعه. مرموش ما بيلعبش مهاجم ولا شادو سترايكر، يا بتلعب في خط النص يا بتلعبه زي ما جوارديولا بيستفيد بيه في السيتي وعلى الوينج. طبعا جينا الشوط الثاني الاضافي، محاولات من بنين بقى، الى ان جاءت الركنيه
اللي خطفها على طول زيزو بأسيست عالمي ودى صلاح منه للجون، والهدف الثالث وتنتهي المباراة. الهدف الثالث لصلاح وتنتهي المباراة حرقة الدم واللي كانت هتجلطنا لا قدر الله لو كنا خرجنا من بنين. كابتن حسام، ليه مصطفى محمد الاسترايكر اللي عندك أسامة فيصل صلاح محسن قاعدين بره ليه؟ يا كابتن حسام بعد إذنك، انت غلطت ساعة ماتش زيمبابوي وصلحت الغلط، لو سمحت غلطت صلح. الادوار الاقصائيه دي يا كابتن احنا عارفين ان مش مهم الاداء، بس المهم تكسب. ما كناش هنخرج من بنين، منظر كان هيبقى وحش. الحمد والشكر لله، ربنا يستر، لان اللي جاي يا كوتيفار يا بوركينا فاسو. انت لعبت بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم وكسبتها، اي نعم، وتعادلت معاها، بس لو سمحت كل ماتش وليه ظروفه. كابتن حسام بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك ارجوك، احنا عارفين ان انت شايل هم المصريين كلها في البطولة دي، لو سمحت ارجوك يعني حط كل لعيب مكانه، كل لعيب يلعب مكانه. مرموش بعد اذنك تلعبه وينج، عندك مصطفى محمد للعرضيات. اتمنى ربنا يكرم الماتش الجاي في دور الثمانية وما يبقاش في حرق الدم ونصعد. انت عندك الناحية الثانية السنغال ومالي. ربنا يكرم ومبروك فوز منتخب مصر، وربنا يكرم النهائي بتاع البطولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.